عزيزي الطالب الروقانجي يونت 2 الميرورز واللينسز في اقل وقت ممكن. تعالى ندخل الموضوع على طول. بناء على ذلك حضرتك محتاج تذاكر معايا في الفيديو ده، مش تتفرج عليه وخلاص. فبناء على ذلك لازم نحضر العده عشان العده تبقى مستعده. لو مش عارف ايه هي العده حتى الان، اقلمك اوراقك كتابك مشروبك المفضل وتروح تجيب دماغك من الثلاجه وتيجي. مراجعة يونت 2 أول حاجة وجدنا إن إحنا لما بنيجي نوجه لايت ناحية حاجة شايني زي الميرور كده بيحصل ريفليكشن. بيحصل إيه ريفليكشن؟ نسيبها في حالها؟ لا، ده حاجة فيزيكس تتعصب، يعني حاجة فيزيكس نسيبها في حالها. ما ينفعش، لازم أمسك بقى وأفصص. أنا كبني آدم يا بني آدم عايز أفهم، لازم أمسكها أفصصها، أفهم دي رايحة فين جاية منين، أحط لها رول أقفشها عشان أقدر أستغلها بعد كده في الحاجات اللي أنا عايزها. اصحى للكلام. وجدنا إنه الريفليكشن كل مرة أشوفك فيها يحصل نفس الكلام. يعني إيه؟ عندنا ميرور هنا، جبنا لايت، اللايت ده لما بنيجي نوجهه ناحية الميرور بيحصل له ريفليكشن. طب هل بيحصل له ريفليكشن في شكل عشوائي ولا كل مره بنفس الطريقه؟ كل مره بنفس الطريقه. فتوصلنا لشويه حاجات. اصحى بقى للكلام وركز معايا. حضرتك محتاج تركز مع ميم شويه وتركز معايا شويه. ابتدينا عشان نعرف نفرق ما بين الحاجات وبين بعضها ونفهم كده اهو، نفسر في المعاني والكلمات ونحط لكل حاجه اسم نسميها. فوجدنا انه اللايت ان انا لسه ببعته من اي لايت سورس بسميه انسيدنت لايت ري، اللايت الموجه. ثم بعد ما يخبط ويروح يعمل ريفلكشن، يعني ما هو هيخبط عشان يعمل ريفلكشن بسميه ريفلكتد لايت ري. تسميات يعني بديهيه. فاهم الفكره في ايه؟ حاجه كده بديهيه، حاجه زي يعني فاهم، ما واحد يسمي لك كشك الكشك، يعني فاهم موضوع بديهي. وبناء على ذلك وجدنا انه هناك حاجه لطيفه جدا جدا جدا. نعمل كده نعمل كده نعمل كده نعمل كده كل مره الريفلكتد لايت ري بيتغير بنفس الطريقه. نعمل كويس كانهم بنعمل كده، يعني اعتبر ده انسيدنت لايت وده ريفلكتد لايت. لو الانسيدنت لايت كده ده يعمل كده، تفتح ده تلاقي التاني بيفتح، تفتح ده تلاقي التاني بيفتح، تقرب كده بيقرب، طب تسرع كده يا نهار ابيض. خلاص عرفنا ان دي حاجات هي دي فيزيكال فينومينا كده عايزين نفهمها نستغلها. فبناء عليه عشان نقدر نحدد قلنا بس حته الفرق ما بينهم دي هناك انجلز في الموضوع. اصحى للكلام، هناك انجلز في الموضوع. عشان نشن على انجل لازم كلنا نبقى عارفين فين مكانها عشان ما حدش يغلط. عشان كلنا لما نيجي نحسب عند نفس الانجل. حضرتك ليك ابن عمتك في جزر الكونغر تكلمه في التليفون تقول له بص انا عملت انجل كذا. فبناء عليه قلنا كالاتي، حضرتك هنجيب الريفلكتنج سيرفيس كده نعتبره خط محطوط كده، ونتخيل بخيالنا ونرسم خط وهمي. نتخيل بخيالنا ونرسم ايه حضرتك؟ خط وهمي. هذا الخط الوهمي ليه شرط. اصحى للكلام، والكلمة اللي هقول لك عليها ونعلم عليها اعرف ان دي مفتاح درجات في الامتحان. مفتاح الريفليكشن ذا نورمال، او ساعات بنسميه بيربنديكولار. يعني ايه؟ يعني حضرتك مجرد ما نلاقي ريفلكتنج سيرفيس لازم نعمل النورمال او البيربنديكولار. ده خط وهمي بتخيله في دماغي وبعمله. ليه؟ لان انا خلاص هسمي الاناجل. هسمي ايه؟ هسمي الاناجل. ايه الاناجل دي؟ الزوايا يا ابني، الانجلز يا ابني. هسمي الاناجل. والله الانجل اللي ما بين النورمال وما بين الانسيدنت لايت ري هسميها الانجل اوف انسيدنس. كشك الكشك. حلو الكلام؟ طيب الانجل اللي ما بين النورمال والريفلكتد لايت ري هسميها انجل اوف ريفلكتد او انجل اوف ريفليكشن. كشك الكشك. حلو الكلام؟ بس بكل بساطه يبقى حضرتك محتاج تعرف كالاتي: رقم واحد ريفلكتنج سيرفيس، اللايت بيخبط فيه وبيعمل ريفليكشن، ده موضوع بديهي. رقم اثنين من المقدسات، رول باشمهندس شويه. رقم اثنين، اول لما تلاقي ريفلكتنج سيرفيس تتخيل نورمال مرسوم عليه، لان ده المفتاح اللي هيلخبطك وبيجي عليه تريكات في الامتحان. رقم كام يا ابني؟ قول لي انت رقم كام؟ رقم كام؟ صح ماشي. بنحط الاناجل وبنسمي الاناجل من غير ما نتلخبط في الاناجل بعنوان كشك الكشك. ازاي؟ والله الانجل اللي ما بين النورمال والانسيدنت لايت ري هنسميها انجل اوف انسيدنس، يعني الزاويه بتاعت السقوط، يعني هو ما بين الخط الساقط وما بين النورمال. الانجل ما بين النورمال والريفلكتد لايت ري هنسميها انجل اوف ريفليكشن او ريفلكتد. اصحى للكلام. اول حرف اي انسيدنس، هنا ار عادي. وجدنا انه كل مره اشوفك فيها يحصل نفس الكلام. كل ميه ونلدغ كل مره ارمي لايت على ميرور يحصل نفس الكلام. فوجدت انه هناك قواعد بيحصل بيها الريفليكشن، وتحديدا قاعدتين. اول واحده بسميها الفيرست لو، تاني واحده بسميها السكند لو. الاولى والثانيه كشك الكشك. الموضوع بسيط جدا. تاني واحده نسميها السكند لو. الفيرست لو حضرتك بيقول لك ان دايما الانجل اوف انسيدنس بتساوي الانجل اوف ريفليكشن. دايما دي تساوي دي، دايما دي تساوي دي. والله لو لقيت انجل اوف انسيدنس ايكوال 60 ديجري يبقى وش الانجل اوف ريفليكشن ايكوال ايه؟ 60 ديجري. والله لقيت الانجل اوف انسيدنس ايكوال 20 ديجري يبقى وش الانجل اوف ريفليكشن ايكوال كام؟ 20 ديجري. طب لو لقيت الانجل اوف ريفليكشن ايكوال 43 ديجري يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال كام؟ 43 ديجري. هي اول رول في حته الريفليكشن، الانجل بتساوي الانجل. اصحى للكلام وخلي بالك التركايه تاني. النورمال تركايه لان هو اللي هيحدد لك مكان الانجل.
انا ممكن اطلع عليك صايع في الامتحان واقول لك الانجل دي ايكوال 30 تاخدها انت تفتكر ان دي الانجل اللي بعوض بيه. لا يا بابا، اصحى للكلام. انا براجع دلوقتي. باي ذا واي، الدرس ده شارحهولك على محاضرتين من المقدسات. لو داخل التراك العلمي عايز تخش كليات علميه، تحديدا كليات هندسه، عايز تجيلي هندسه، الدرس ده حضرتك معمول لك بطريقه ايقونيه، مش عشان تقفله في الامتحان، ده بطريقه ايقونيه تفهمك يعني ايه فيزيكس. ده اللي قبله اللي انت اللي قبلها. فبناء عليه حتى لو اكتشفت بعد الامتحان ان انت معكش وقت حتى انك انت تخلص الدرس ده في الصيف، في اجازه نص سنه، وش لازم تحضره. وش لو عايز تعمل حاجه يعلم ربنا تطلع مرحله بكالوريا او ثانوي متاسس، وش لازم تعمل كده. تعال نرجع للكلام بتاعنا. السكند لو بقى، السكند لو سعادتك بيقول لك ايه بقى؟ الانسيدنت لايت راي، الريفلكتد لايت راي والنورمال اول لايز ان وان بلان بيربنديكولار تو ذا ريفلكتنج سيرفيس. بمعنى ايه؟ كل الخطوط بتاعتي الثلاثه انسيدنت، ريفلكتد، نورمال، كلهم بيقعوا على بلان واحد، كانهم كلهم بيقعوا على ورقه واحده، وهذه الورقه مكانها فين؟ بيربنديكولار على الريفلكتنج سيرفيس. قول لي ليه؟ عشان حضرتك لما بتيجي تنزل اللايت راي، والله لو اللايت راي نزل خبط كده بيحصل له ريفليكشن ازاي كده؟ مش هيجي يخبط كده ويحصل له ريفليكشن كده اهو، كده منطقي ولا مش منطقي؟ فبناء على ذلك الانسيدنت لايت راي، الريفلكتد لايت راي والنورمال all lies at one plane perpendicular to the separating surface. perpendicular to the A separating surface. اصحى للكلام. دي تجيلك في الكومبليت. ريفلكتد لايت راي كل ما هو خطوط يعني، نورمال والانسيدنت لايت راي. ماشي خلاص، انا فهمتك فين الحاجات الخطوط. اللايت راي هو ايه؟ الراي اللي فولز على الريفلكتنج سيرفيس اللي طالع اصلا من اللايت سورس. الريفلكتد راي، اللايت راي باونس لما بتخبط فروم ذا ريفلكتنج سيرفيس، باونس يعني بتخبط. الانجل اوف انسيدنس هي الانجل اللي محشوره ما بين الانسيدنت راي والنورمال. النورمال المفتاح في هذه القصه. الريفلكتد لايت راي هي الانجل بتوين ذا ريفلكتد راي اند ذا نورمال. الوهم اللي انا بعمله من خيال، اوعى تنساها. غلطتك في الامتحان اللي هيغلط في الحته دي هينسى النورمال، هياخد السيتا ولا الانجل هياخدها مش من النورمال، هياخدها من العادي. النورمال the line perpendicular to the mirror at the point of incidence. اصحى للكلام من وحي خيالي انا بتخيله بهذه الطريقه. ممكن يلعبك هنا ويقول لك سؤال متوقع يجي في الامتحان، يقول لك give reason الانسيدنت لايت راي لما بيقع perpendicular on a reflecting surface reflect on itself، بيتعكس على نفسه. عشان اقول له بكل بساطه، عشان طبقا للفيرست لو the incident light ray and the reflected light ray الاثنين ايكوال لبعض، والاثنين هيبقوا ايكوال زيرو. بمعنى ايه حضرتك؟ والله لو انا جبت لايت نزلته كده، اللايت نازل ازاي؟ نازل كده. يعني ايه نازل على النورمال بالظبط؟ نازل بيربنديكولار كده على الريفلكتنج سيرفيس. اصحى للكلام. الانجل اوف انسيدنس بتاعته ايكوال كام؟ هي الانجل اوف انسيدنس دي كانت ما بين ايه وايه؟ كانت ما بين اللايت الانسيدنت وما بين النورمال. طب هم نازلين على بعض يعني الانجل ما بينهم زيرو، اذا الانجل اوف ريفليكشن هتطلع كام؟ هتطلع زيرو. اذا اللايت لما ينزل كده هتلاقيه رفلكت على نفسه، عملها على نفسه، يعني رفلك على نفسه وطلع الناحيه الثانيه. اصحى للكلام. سؤال متوقع يجي لك في الامتحان. عرفنا ان الميرز بتعكس الاضاءه، نسيبها في حالها؟ لا، هنمسكها بقى نقعد نتني الميرور بقى، نعملها حاجه بتتني ونعمل منها شكل وشكل 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 ونقعد نلعب بقى. فتوصلنا الى كالاتي. عملنا منها شكلين اساسيين، كونكيف وكونفكس. الكونكيف دي جبنا ميرور عدله كده اهو، لو بصيت فيها هنا هتشوف نفسك، ورحنا عملناها ايه؟ كورناها كده، بقت واخده شكل للكيف فبتعمل ريفليكشن من جوه، فسميناها ايه؟ كونكيف. زيها كانك جبت معلقه كده وبصيت جوه المعلقه. طيب العكس الكونفكس، جبنا الميرور المفروض ابص هنا يحصل ريفليكشن ورحت عامل لها تناقل ورقي، يعني خليتها تقل العكس، فبقى الريفلكتنج سيرفيس فين؟ الناحيه دي. زي فين؟ قفل المعلقه، شفت نفس المعلقه قفاها بقى. اصحى للكلام. الكونكيف والكونفكس هم اصل الحكايه واحده. تعال نتكلم على البلان ميرور العاديه. ندخل بقى نراجع سريعا البلان ميرور، واصحى في الحته دي مع ميمس عشان هنراجع على كام حاجه هيقول لك في الامتحان. البلان ميرور ايه؟ البلان ميرور الاول هي عباره عن ايه؟ شيت فلات من الازاز ودهنين وراه طبقه رفيعه جدا من السيلفر او ماده شايني made of flat glass coated with silver at the back. اصحى للكلام. حضرتك لو جيت تبص قصاد المرايه هتلاقي المرايه البلان العاديه دي زي اللي في البيت ليها شويه مواصفات، من ضمنها ان هي بتخلي الصوره بتاعتك ايركت ابرايت. يعني ايه معنى كلمه ايركت او ابرايت او ابرايت؟ الحاجه اللي انت بتحسها لوجيك، اللي هو انت واقف راسك فوق في المرايه فتلاقيها معدوله في المرايه راسك فوق. ده حاجه بيولوجيك جدا. ليه؟ لان في مرايات ما بتعملش كده، بتعمل العكس. هنجيلها. تاني حاجه فيرتشوال. الصوره بتاعتك هتبقى فيرتشوال كانت بي سين اون ذا سكرين. اصحى للكلام. يعني ايه حضرتك؟
والله زمان كانت الصور بتتاخد كالاتي: سكرينه شفافه عامله زي بتاعه الاشعه. دلوقتي لو شفت بتاعه الاشعه حضرتك يجي النور يضرب عليك بالفلاش الجامد بتاع زمان، هذا النور يروح يرفلكت على هذه السكرينه، صورتك تطبع على هذه السكرينه. ولكن في حاله المرايه بنقول على الصوره فيرتشوال وكانت بي ريسيفد اون ا سكرين، لان حضرتك لو انت واقف بعيد عن المرايه وبتبص على المرايه هتحس ان الصوره بتاعتك متكونه على مسافه معينه ورا هذه المرايه. اصحى للكلام، يعني المرايه اهي، لو انا ما بيني ما بين المرايه مسافه هحس ان الصوره بتاعتي متكونه على مسافه معينه فين ورا المرايه. لو جيت تبص فعلي ورا المرايه مش هتلاقي حاجه، مش هتلاقي الصوره واضحه، مش هتعرف تحط هناك السكرينه وتاخد لك هذه الصوره بتاعتك، لانه مفيش لايت اصلا بيعدي ورا المرايه. عشان كده بنسمي الصوره اللي انت بتشوفها دي صوره فيرتشوال، مش صوره حقيقيه تقدر تستجيب بيها على سكرين. ده في الدرس الاساسي عامله لك بالتفصيل وحاجه عظمه العظمه. طيب تاني بروبرتي ميمز بيقول لك عليها ركز فيها: ريفرسد يعني لاترال انفيرتد. اصحى للكلام، من ضمن البروبرتي ريفرسد. يعني ايه ريفرسد؟ يعني معموله كده فليب. اصحى للكلام بكل بساطه، حضرتك شايفني دلوقتي كانك شايفني في الحقيقه، الساعه في ايدي ايه؟ في ايدي الشمال. طيب تخيل نفسك جيت جنبي دلوقتي، تخيل نفسك جيت جنبي دلوقتي وبصيت انا في المرايه كده، حلو الكلام، وانت بصيت عليا انا في المرايه، عملت لك كده في المرايه. لو بصيت في المرايه وانت تعرفش ان دي مرايه، شايف صورتي، هتقول انا لابس الساعه في ايدي ايه؟ في ايدي اليمين. اصحى للكلام. عايز تجربها؟ تعالى في السيلفي حضرتك، اي حد واخد صوره سيلفي من اللي في المرايه دي، واخد بالك انت ايه؟ مش سيلفي، دي مش سيلفي، تعتبر سيلفي. هي الصوره اللي في المرايه تعتبر سيلفي. لو انت في الاسانسير فتفتح مثلا الكاميرا وتروح واخد شوت كده. لو انت لابس الساعه في ايدك الشمال وحد شاف صورتك في المرايه هيفتكر ان انت لابس الساعه في ايدك ايه؟ اليمين. عشان كده بنقول من ضمن البروبرتي ريفرسد لاترال انفيرتد. طيب ميزه ثانيه بيولوجيك: same size as the object. الصوره بتاخد نفس السايز بتاع الاوبجكت. حاجه ثانيه برضو بيولوجيك: الديستنس بتوين الاوبجكت اند ذا ميرور بتساوي الديستنس بتوين الايمج اند ذا ميرور. ازاي حضرتك؟ والله يا بني ادم، حضرتك لو واقف هنا بهذه الطريقه، لما بتيجي بتشوف صورتك ما تبقاش متكونه على المرايه نفسها، انت بتحس ان انت في نسخه منك بالظبط بتعمل نفس حركاتك واقفه ورا المرايه. طب واقفه ورا المرايه ازاي؟ على بعد نفس المسافه. بمعنى لو دي المرايه جيت قست المسافه ما بينك انت ما بين المرايه، هتلاقيها هي المسافه ما بين المرايه ما بين الصوره الفيرتشوال. عشان كده بنقول الديستنس بتوين الاوبجكت اند ذا ميرور ايكوال اوبجكت اهو، الميرور اهو ايكوال الديستنس بتوين الايمج and the mirror. image and the mirror. انهي image؟ الفيرتشوال ايمج، الصوره الفيرتشوال التخيليه. فبناء عليه عشان كده بسبب الفليب دي اللي هي الريفرسد لاترال دي، بتيجي تلاقي الامبيلنس حضرتك مكتوب على عربيات الاسعاف ريفرسد. يعني تيجي حضرتك لو شفت عربيه اسعاف قصادك مكتوب عليها امبلس مش هتعرف تقراها. ليه؟ مقلوبه، معموله ريفرسد. ليه؟ لان هي معموله بهذه الطريقه عكس العكس. حلو الكلام. بمعنى ايه؟ حضرتك لو راكب سايق العربيه وفي عربيه جايه وراك بتاعت اسعاف عايزه تعدي، انت هتعرف منين انها بتاعت اسعاف؟ هتبص في المرايه. المرايه اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل ريفرس كده اهو. فحضرتك انا اقوم عامل ايه بقى كواحد بيطبع على الامبيلنس عربيه اسعاف؟ اعملها لك من اول معكوسه، فانت هتبص عادي كده مش هتعرف تقراها، هتحس انها معكوسه ومعموله غلط. بس هي مش انت التارجت وانت واقف على رجلك، التارجت البني ادم. يا بني ادم اللي راكب العربيه اللي هيشوف في المرايه، اديته صوره معكوسه، عشان كده المرايه بتعكسها فترجع للصوره العاديه، اللي الحروف العاديه اللي اعرف اقراها بكل بساطه. اهم حاجه بقى في القصه بتاعتنا بتاعت الميرورز وهي السفيريكال ميرورز. اصحى للكلام. وجدنا انها اخترعنا الميرورز واكتشفنا الميرورز وبنعمل ريفليكشن، نسيبها في حالها بلان كده. هو لا، قلنا بس احنا نجيب الميرور دي ونقعد نلعب فيها شويه العاب. من ضمنها والله بدل ما الميرور كده وببص فيها اشوف وشي، اخليها كونكيف. يعني ايه؟ العب في الماتيريال، اخليها تاخد هذا الشكل وبتعكس برضو من جوه كانها واخده شكل البطيخه، بس انا ببص جوه نص البطيخه دي عشان اشوف وشي. واخد لي بالك انت؟ دي بنسميها كونكيف ميرور. نفس نص البطيخه، ولكن لو الناحيه اللي بشوف فيها وشي العكس سميناها كونفكس ميرور. حلو الكلام. فبناء على ذلك الكونكيف ميرور هي عباره عن ايه؟ جايه من كلمه كيف. ميرور حضرتك الهاشنج اللي ورا ده معناها ان هنا دي الحته اللي مدهونه سيلفر، يبقى حضرتك لو عايز تبص تشوف نفسك هتبص من ناحيتي. دي الكونكيف ميرور. الكونفكس ميرور العكس. الكونفكس ميرور مالها العكس، مالكش دعوه بالمكتوب ده. الكونفكس ميرور مالها العكس، يعني حضرتك لو عايز تبص تشوف وشك هتبص مين؟ من ناحيتي. اسم اخر من الكونكيف ميرور ساعات بنقول عليها حضرتك الكونفرجنج ميرور. معنى كلمه كونفرجنج يعني بتجمع. سر هذه التسميه جايه منين؟ من حضرتك لو اللايت ريز تخيلناها جايه من بعيد كده بهذه الطريقه، اللي بيحصل لما تيجي تخبط في الميرور، الميرور دي مش ثابته، الميرور دي مش ستريت لاين، مش بلان، الميرور دي عامله كده.
فبدل ما اللايت كان بيجي يخبط ويرجع تاني، لا اللايت هيخبط هنا كتف قانوني ويرجع كده، واللايت اللي بعده يخبط هنا وكتف قانوني ويرجع كده، واللي بعده كده، واللي بعده لو اللايت جاي كده هوبا، تحس ان في الاخر بيتجمعوا بيكونفيرجوا. يعني ايه بيكونفيرجوا؟ بيتجمعوا في نقطه معينه، ده بعد ما يحصل لهم ايه؟ ريفليكشن. اسم اخر من اسماء الكونفكس ميرور، اصحى للكلام، دايفرجنج ميرور. ليه بتعمل العكس؟ معنى كلمه دايفرجنج يعني بتفرق، مش بتفرق حاجه، ده بتفرق ما بين اللايت واللي نازل. ليه؟ لو اللايت تخيلناه نازل كده 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 كده، يجي يخبط هنا يمشي ازاي؟ يروح راجع كده. يجي يخبط هنا يروح عامل ايه؟ راجع كده. يجي يخبط هنا يرجع نفسه مثلا، يجي يخبط هنا يروح راجع كده. كونفرجنج بيتفرق، كل واحد راح في حته. اصحى للكلام، اصحى للكلام. الكونكيف ميرور اللي هي كونفرجنج ميرور، اصحى معايا مع ميمس والعده واكتب يا بابا، الحاجات دي جايه لك في الامتحان وممكن تجي لك كومبليت. its reflecting surface is a part of the inner surface of sphere. حضرتك تخيلتها ايه؟ قلت لك نص بطيخه. الريفلكتنج سيرفيس في الكونكيف ميرور اللي بنسميها كونفرجنج ميرور هي عباره عن the inner part of the بطيخه، the inner part of the sphere the بطيخه، ولا الثانيه العكس على طول. الكونفكس هي عباره عن ايه؟ its reflecting surface is a part of the outer surface of the بطيخه. outer surface، السيرفيس كده، لو دي بطيخه نص بطيخه تبص لها من بره من عند القشره الخضراء تلاقيها بتعكس. اوكي، عشان نفهم بقى الكونسبت هنا وهنا، في شويه مصطلحات لازم افكرك بيها واعرفك الفرق، لان انت كنت بتتلخبط ما بينهم. نحطهم لك جنب بعض ونوريك الفرق. اصحى للكلام. زي ما اعتبرنا ان دي سفير، قلت لك ده بتعتبر جزء من سفير، فبناء على ذلك مش كل السفير زي بعضها. في سفير زغنططه كده، تلاقي بطيخه زغنططه كده، في بطيخه اكبر، في بطيخه اكبر. عشان نفرق ما بين بطيخه وبطيخه، وعشان نفرق ما بين سفير وسفير، يعني عشان نفرق ما بين كيرفت ميرور وكيرفت ميرور سواء كونكيف او كونفكس، بنعتبر ان كل سفير حضرتك لو عايزين نكملها، الميرور اهي الحته الزرقاء، لو عايزين نكمل السفير محتاجين ايه؟ سنتر بوينت، نقطه سنتر. السفير ليها سنتر زيها زي الدايره عشان احط فيها البرجل واروح مكمل السفير الناحيه الثانيه. فبناء على ذلك والله لو الميرور دي عامله كده، السيرفيس بتاعها السنتر بتاعها هيبقى عامل كده عشان يكمل لي السيركل. لو في ميرور اكبر السنتر بتاعها هيبقى بعيد اكتر. واخد لي بالك انت؟ واخد لي بالك؟ ماشي، اصحى للكلام، اصحى للكلام. اوكي، فبناء على ذلك ده اول حاجه لازم تبقى عارفها، ان عندي بوينت بتبقى هنا اسمها السنتر بوينت، العلامه بتاعتها سي. عندي بوينت هنا اسمها السنتر بوينت، العلامه بتاعتها سي. اللي يمشي هنا يمشي هنا. حلو الكلام؟ اوكي، ده اول حاجه. تاني حاجه، في نص الميرور بالظبط عندي بوينت تاني اسمها بي، بسميها البول. في نص الميرور بالظبط عندي بوينت اسمها بي. انا سميتها كده عشان اقدر افرق لك ما بين شويه حاجات، لان هرسم واقول لك في خط ما بين كذا وما بين كذا. فانا سميت البوينت بي عشان اقول لك عند بوينت بي بيحصل 1 2 3. يبقى حضرتك في بوينت ثانيه، كل ده بتكلم عليها على بوينتس فين؟ في السنتر بتاع الميرور. يبقى عندك 2 بوينتس، سي بنسميها السنتر اوف كيرفيتشر، حلو الكلام، وفهمتك دي جايه منين، وبي اللي هي بنسميها البول اوف ذا ميرور. دي بالنسبه للبوينتس. اصحى للكلام. عندك بوينت ثالثه، تعال نقولها لك بالمره. البوينت ثالثه دي في النص ما بين التو بوينتس دول، دي بنسميها الفوكس او الفوكال بوينت. بنسميها الفوكس او الفوكال بوينت. حضرتك دي انهي بوينت؟ دي البوينت اللي بيتجمع عندها اللايت. لو جاي كده بتلاقيه اتجمع عندها، كل اللايت مهما جاي ازاي بتلاقيه اتجمع عندها. فاهم الفكره في ايه؟ يجي كده يتجمع عندها، يجي كده يتجمع عندها. دي النقطة اللي بيتركز فيها اللايت، دي النقطة الفوكال بوينت. في حالة الكونكيف ميرور بتبقى موجودة يا ريل، لو حطيت ورقة هنا الورقة دي هينزل عليها اللايت جامد متجمع ما بين كل اللايتس دول، وممكن الورقة دي تتحرق لأن اللايت كتير معناها هيت انرجي كتير. في حالة الكونفكس ميرور، اصحى للكلام، ده حضرتك في حالة الكونفكس ميرور زي ما قلت لك هنا عندك برضو نفس البوينت اللي هي الفوكال بوينت، ولكن اصحى للكلام، الفوكال بوينت دي ورا الميرور نفسها. اللايت لما بيجي ينزل كده ايه اللي بيحصل؟ بيرفلكت كده، وينزل كده يرفلكت كده، وينزل كده يرفلكت كده، وينزل كده يرفلكت كده. الله، يعني انت اللايت بترفلكت، طب ما انت عم اللايت كده ما خبطتش في الفوكال بوينت اصلا. هقول لك ماشي، عشان كده الفوكال بوينت في حاله الكونفكس ميرور بنقول عليها فيرتشوال بوينت، بوينت وهميه. طب احنا قدرنا نحددها ازاي وعرفنا ازاي ان هي مكانها في السنتر بالظبط في النص ما بين البوينت دي والبوينت دي؟ بكل بساطه عن طريق ايه؟ لو الاكستنشن بتاع كل لايت حصل له ريفليكشن، رجعت بيه كده، تعالى نعملها بالازرق. الاكستنشن نزلت بيه كده،
الاكستنشن نزلت بيه كده، الاكستنشن نزلت بيه كده، الاكستنشن نزلت بيه كده، بلاقيهم بيتجمعوا في هي البوينت دي. يبقى حضرتك اصحى للكلام، الفوكال بوينت مكانها كام؟ مكانها فين؟ في النص ما بين السي ما بين البي، في الاثنين. في حاله الكونكيف اكتب، في حاله الكونكيف ميرور بنعتبرها ريل بوينت، في حاله الكونفكس ميرور بنعتبرها ايه؟ فيرتشوال بوينت. ليه فيرتشوال بوينت؟ لو جات لك جيف ريزون بيكوز اتس نوت the real intersection of light rays, it's the intersection of the extensions of the light rays. لكن دي the real intersection of the light rays. يعني ايه حضرتك؟ لو حطيت ورقه هنا عند الفوكال بوينت مش هتنور اصلا، دي ورا المرايه، ورا المرايه، واخد بالك انت؟ اوكي نخش على اللاينات. احنا محتاجين السي اهو، السي والبي ودي الاف، وهنا نفس الكلام عشان الناس بتفرق ما بين البوينتس واللاينز. عندي بقى نخش على اللاينز. عندي لاين اسمه ذا فوكال لينث. اسمه ايه؟ فوكال لينث. لاين اسمه ايه؟ فوكال لينث. لينث يعني بتقيس ومفيش بوينت بتتقاس، ده لاين. طب ده المسافه ما بين ايه؟ ما بين الفوكس وما بين البول. عشان كده اصلا قلت لك سميت بول من الاول. انا سميت بول عشان اقول لك ان الفوكال لينث هي المسافه ما بين الفوكس ما بين البول. في الحالتين يا جيمي، في الحالتين ما بين الفوكال ما بين البول. اصحى للكلام، اللي هي صدفه بتساوي ايه؟ بتساوي الناحيه الثانيه دي ما بين الفوكال ما بين السي. طب حضرتك ركز في الكلام، مش دي كلها سفير؟ يبقى لو انا وصلت ما بين السي ما بين البي، مش ده الراديوس بتاع السفير؟ ده الراديوس بتاع السفير. يبقى اقدر اقول على الفوكال بوينت نص الراديوس، اقدر اقول على الفوكال بوينت نص الراديوس في الحالتين يا جيمي، في الحالتين. طيب اسعى للكلام، لو وصلت ما بين البي والناحيه الثانيه، مش كده ده الديامتر؟ ده كده الديامتر. الله. طب انا اقدر اقول الفوكال لينث ده 1 2 3 4، يعني الفوكال لينث ده يعتبر ربع الديامتر. اقدر اقول الفوكال لينث ده يعتبر ربع الديامتر. حلو الكلام؟ ماشي. تيجي ناخد افكرك بلاين كمان. اللاين الستريت لاين اللي بيعدي بالبي البول بوينت وبيعدي بالسي السنتر اوف كيرفتشر، ده بنسميه البرنسبل اكسس، المحور الرئيسي. ده بنسميه ايه؟ المحور الرئيسي. طب طالما عندي برنسبل اكسس اكيد يبقى عندي سكندري اكسس. سكندري اكسس دول انليمتد بقى كتير جدا. اي لاين هيلمس المرايه ويلمس السنتر ستريت لاين ده اعتبره سكندري اكسس. اي لاين ما عدا اللاين اللي بيعدي بالسي والبي مع بعض ده اقدر اعتبره سكندري اكسس. في الاثنين يا جيمي، في الاثنين هنا وهنا. اصحى للكلام. تعال نثبت بقى الكام معلومه دول. السنتر اوف ذا ميرور او سنتر اوف كيرفتشر بنسميه سي. ده السنتر اوف ذا سفير لايز ان فرونت اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس، في وش الريفلكتنج سيرفيس في حاله الكونكيف ميرور، وبيهايند ذا كونفكس ميرور في حاله، وبيهايند ذا ريفلكتنج سيرفيس في حاله الكونفكس ميرور. طب الراديوس اوف كيرفتشر، اصحى للكلام، دي بوينت. السنتر ده ماله؟ بوينت. الراديوس اوف كيرفتشر ار ده لاين، ده الراديوس بتاع السفير. وبتقيسه ازاي؟ الديستنس ما بين سي وبي، وممكن سي ديستنس ما بين سي واي حاجه تاني، اي بوينت تاني على الميرور. طيب البول اوف ذا ميرور، العلامه اللي هي بي دي بوينت، ده الميدل بوينت في الميرور سيرفيس. اصحى للكلام. طيب البرنسبل اكسس ده لاين، السكندري اكسس ده لاين برضه او لاينز كتير. البرنسبل اكسس هو لاين واحد، ستريت لاين باسنج ثرو السي والبي. السي والبي هتجي لك كومبليت. اصحى للكلام مع مس. There is only one principal axis. ولكن بقى بالنسبه للسكندري axis of the mirror a straight line passing through، شروطه ايه؟ passing through السي واني بوينت على الميرور، اني بوينت على الميرور سيرفيس اكسبت البول طبعا، عشان لو وصل بالبول هيبقى ايه؟ برنسبل. وعندك ماني برنسبل اكسس. حلو الكلام؟ اصحى للكلام بقى. اخر اتنين، الفوكس اوف ذا ميرور اف كابيتال. خليها بص عشان نمشي كلنا بطريقه واحده ما نتلخبطش. هو التارجت في التسميات دي ان انت تبقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، بس خلينا كلنا نمشي بطريقه واحده. الفوكس اوف ذا ميرور خليها اف كابيتال بعد اذنك، دي بوينت. الفوكس اوف ذا ميرور خليها اف كابيتال، دي بوينت. الفوكال لينث خليها اف سمول، ده لاين. تعال نشوف بتتكتب دي ازاي بقى. الفوكس اوف ذا ميرور ذا بوينت وير الريفلكتد ريز في حاله الكونكيف ميرور او الريز اوف ذا اكستنشن of the reflected rays اهي، او their extension، ده في حاله الكونفكس ميرور ميت. يبقى حضرتك الفوكال عندك منه حاجتين. في حاله الكونكيف بيتجمع in front of the reflecting surface
بيتجمع نتيجه الريل ريز لما اتجمعت. في حاله الكونفكس اللي بيتجمع مش اللايت ريز نفسها، الاكستنشنز بتاعهم. الكونكيف ميرور هاز ا ريل فوكس ان فرونت اوف ذا ميرور. معلومتين مهمين. الكونفكس ميرور هاز ا فيرتشوال فوكس بيهايند ذا ميرور. بالنسبه بقى للفوكال لينث زي ما قلت لك، ده الديستنس والمسافه بين الفوكس اف كابيتال دي البوينت والبول بي كابيتال دي البوينت. وممكن اقول له الفوكال بتساوي هاف الار هاف الراديوس، الفوكال لينث بتساوي هاف الراديوس، او الراديوس بيساوي 2 من الفوكال لينث. ده موضوع بسيط. طب بنستخدمها في ايه الميررز؟ استخدمناها في حاجات كتيره. عندك اكزامبل هنا على ارشميدس، ده عالم يوناني. ده حضرتك استخدم حضرتك كونكيف ميرور زمان عشان يحارب بيه. يحارب بيه ازاي؟ used large concave mirror to focus sunlight، عشان يعمل فوكس للسانلايت على الانمي شيبس، سفن الانميز اللي معموله من الخشب، عشان يجمع كل هذه الانرجي تحول لهيت انرجي تولع له في الخشب. حلو الكلام؟ causing them to burn. reason ايه؟ عشان الميرور gather light rays at one point the focus producing high heat energy. الفوكس producing ايه حضرتك؟ high heat energy. اصحى للكلام. هندخل بقى على حته طريقه الرسم. نرسم ازاي بريك سريع حضرتك؟ اوصل لحد باب الثلاجه، افتح باب الثلاجه، طلع اي حاجه اللي هي وليك ننقنق فيها، وتعالى قول لي في الكومنتس ايه الحاجات دي، وتعالى ندخل ازاي هنرسم ونخش على بارت جامد جدا 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 عشان نقفل هذه اليونت. روح تعالى مستنيك. مبدئيا عشان نفهم اللايت بيمشي ازاي وبيتكون ازاي، عشان لو جات لك السؤال بتاعت الرسمه، او عشان تفهم الكيسز، حضرتك كالاتي. احنا محتاجين نعرف حاجتين. نعرف ايه؟ نعرف حاجتين. نعرف ملاحظه لاحظناها، اللايت بيمشي ازاي، لو كان جاي من ناحيه كذا هيمشي ازاي، لو كان جاي من ناحيه كذا هيمشي ازاي، وهيعمل ريفليكشن ازاي. يبقى اول حاجه محتاجين نعرف اللايت بيعمل ريفليكشن ازاي. تاني حاجه محتاجين نعرف ان الايمج عشان تتكون، يعني ايه الايمج عشان تتكون؟ لايت راح خبط في الميرور ورجع تاني، هيكون الايمج فين حضرتك؟ محتاجين نعرف ان لازم يبقى في انترسكشن عشان الايمج دي تتكون. بمعنى ابسط، بكل بساطه، حضرتك انا دلوقتي انت شايفني ليه؟ في لايت جاي بيخبط في وشي وبيعمل ريفلكشن ويتكون على الكاميرا. يتكون فين؟ على الكاميرا. يبقى الايمج بتتكون فين؟ على الكاميرا. فبناء على ذلك محتاجك تعرف اللايت بيمشي ازاي. عندنا 3 حالات فقط لا غير. دي حاجه لما اللايت يعمل ريفليكشن ويجي يعمل انترسكشن تاني مع بعضه، اكتر من لايت اكتر من ري يعمل انترسكشن تاني مع بعضه، يبقى هنا الصوره اتكونت. واحده واحده محتاجين نفهم حضرتك. مبدئيا لو جالك اللايت ري، اصحى للكلام وصحصح مع ممس، عشان دي بتجيلك تحل بيها. بص جايه لك يمين شمال. انسيدنت لايت ري لما يجي باراليل للبرنسبل اكسس، يعني ايه؟ ادي البرنسبل اكسس اهو. اي لايت جاي باراليل ليه لازم وحتما في حته الكونكيف ميرور يعمل ريفليكشن، ولما يعمل ريفليكشن يعدي بين بالفوكال، لازم يمين شمال. يعني لو اللايت جاي كده هيعمل ريفليكشن يعدي فين؟ في الفوكال. لو جاي كده ريفليكشن يعدي فين؟ بالفوكال. لو جاي كده باراليل اهو ريفليكشن ويعدي فين؟ في الفوكال. ملهاش حل، لازم باراليل. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على الكونكيف، احنا علينا الكونكيف. الكونفكس عندك خلفيه ليها سريعه كده بس. لايت باراليل للاكس اكسس او باراليل برنسبل اكسس يعدي فين؟ فوكال. فوكال باراليل، فوكال باراليل، فوكال باراليل. It reflects and passes through the focus. تعدي في البوينت اللي هي فوكس. طيب لو العكس بقى، لو اللايت اللي نازل معدي بالفوكس وراح خبط بعد كده في الميرور، بيرجع ازاي؟ بيرجع باراليل. يبقى لو باراليل بيرجع يعدي بالفوكس، لو هو اصلا معدي بالفوكس بيرجع ازاي؟ بيرجع باراليل. يعني ايه معدي بالفوكس؟ يعني لو لايت معدي بالفوكس كده هيخبط هنا، هيرجع ازاي؟ باراليل. طب لو واحد تاني معدي من فوكس كده خبط هنا، هيرجع ازاي؟ هيرجع باراليل. دي الملاحظات اللي احنا لاحظناها في كل الحالات. حلو الكلام؟ يبقى باراليل للاكس اكسس او باراليل للبرنسبل اكسس، يبقى الريفليكشن بتاعه هيعدي بالفوكال. لو حضرتك هو الانسنت لايت ري نفسه معدي بالفوكال، يبقى الريفليكشن بتاعه لازم وحتما هيطلع باراليل. حالتين يعتبروا حاله واحده. الحاله الاخيره، اي لايت وهو نازل كانسيدنت يعدي بيه السنتر اوف كيرفيتشر السي، لازم هيخبط بيه الريفلكتنج سيرفيس الكونكيف ميرور، هيخبط فيه خبطه حوالي 90 ديجري، يعني هينزل بيربنديكولار عليه ويعمل ريفلكت على نفسه. يرفلكت على ايه؟ يرفلكت على نفسه. يبقى الثلاث حالات بتوعنا، لو اللايت انسيدنت بتاعه نازل باراليل، الريفلكتد بتاعه هيعدي بالفوكس.
طب لو اللايت الانسيدنت معدي بالفوكس الريفليكشن بتاعه هيعدي بارلل، لو اللايت الانسيدنت بتاعه معدي بالسنتر اوف كيرفتشر اجباري هيرفلكت على نفسه. فبناء على ذلك هنجرب دول في كل الحالات بتاعتنا عشان نبقى عارفين ايه الحالات. طيب واحده واحده. الحالات بتاعتنا كالاتي: وجدنا انه على ابعاد مختلفه، طبعا البلان ميرور الموضوع بتاعها سهل، الكونكيف فيها سكه ايه لخفانه شويه، كل بعد الصوره بتتكون بنفس الطريقه. فوجدنا انه بص كل الكيسز اللي عندي، لو الانسيدنت لايت اللي جاي لي، يعني ايه انسيدنت لايت جاي لي؟ احنا بنعتبر الانسيدنت لايت ده جالك لايت من اي حته، خلي بالك خبط فيا انا، اللايت اللي طالع مني انا بقى، ما هو خلي بالك مالكش دعوه باللايت اللي طالع مني جاي منين، انا ما بنورش، بس انا عملت ريفليكشن لاي لايت جاي. اللايت اللي طالع مني انا ده ورايح للكاميرا او رايح لعينيك او رايح للسكرين، هو ده الانسيدنت لايت بالنسبه لي. اصحى للكلام. فبناء عليه الحالات اللي هندرسها، لو اللايت بتاعي جاي من فيري فار، يعني الاوبجكت فيري فار، حلو الكلام، او اللايت بتاعي جاي من distance greater than double the focal length، اقرب شويه، مش فيري فار ولا حاجه، هو بعيد بس مش زي الاول، مش فيري فار، لا هو فار بس عباره عن ايه؟ ادي الفوكال لينس، ادي الفوكال لينس اهي، المسافه ما بين هنا ما بين هنا. طيب دبل ذا فوكال لينس يعني المسافه ما بين البي ما بين السي. انا بتكلم عن اي اوبجكت بقى اكبر او جاي على يعني على بعد اكبر من السي، يعني ابعد من السي. بتتكتب ازاي؟ ابعد من دبل ذا فوكال لينس. طبعا بنتكلم عن الريفلكتنج سيرفيس، ابعد عن الريفلكتنج سيرفيس. دي حاله ثانيه هنشوفها ايه اللي بيحصل في الايمج بتاعته. الحاله الثالثه لو الاوبجكت عند السنتر اوف كيرفتشر بالظبط عند السي بالظبط، هنشوف الايمج بتاعته عامله ازاي. الحاله الرابعه لو الاوبجكت بقى مكانه ما بين السي ما بين الاف ما بين السنتر اوف كيرفتشر وما بين الفوكس، الريفلكشن بتاعه عامل ازاي. الخامسه لو البوينت لو الاوبجكت بتاعي عند الفوكس بالظبط ايه الوضع. السته لو الاوبجكت بتاعي ما بين الفوكس وما بين البول. اصحى للكلام. مبدئيا كده لو الاوبجكت بتاعي فيري فار، فبالتالي افتكر الحالات الثلاثه لو اللايت جاي بارلل الريفليكشن بتاعه بيعدي بالفوكس، لو اللايت جاي معدي بالفوكس الريفليكشن بتاعه بيرجع بارلل، لو الانسيدنت لايت معدي بالسنتر بيرفلكت على نفسه. لما يكون البادي بتاعي او البادي بتاعي فيري فار اواي، اللايت اللي هيجي لك كله هيبقى باراليل للبرنسبل اكسس، فبالتالي اللايت كله هيرفلكت فين؟ في الفوكس. دي اف غيرها خليه اف. اللايت كله هيرفلكت فين؟ في الفوكس. يبقى حضرتك اكتب ورايا عشان لازم تسبقها دي عليها، بص مش عارف حوالي 3 درجات في الامتحان. لو اللايت فيري فار او الاوبجكت فيري فار هيرفلكت فين؟ الايمج فين؟ هتتجمع في الفوكس. ليه؟ لان دي البوينت اوف انترسكشن اللي اتجمع فيها اكتر من لايت راي. طيب نوع الايمج اللي هتتكون في الحته دي هتبقى شكلها ايه؟ ريل. ليه ريل؟ لو حطيت ورقه هنا هتتحرق، او لو حطيت ورقه هنا هيتكون عليها الايمج. وتايني جدا جدا جدا، هتبقى دوت صغيره جدا جدا جدا، لان هي عباره عن تجميعة كل لايت، اي لايت نازل من بعيد هيتجمع في نقطه واحده، فتايني جدا 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 لدرجه انت مش هتشوفها. اوكي. طب لو المسافه بقى اكبر جريتر ذان دبل ذا فوكال لينس، يعني ابعد من السي، اصحى للكلام. بنعملها ازاي؟ عشان الرسومات حضرتك كالاتي: بتنزل لاين باراليل، واتفقنا اي لاين باراليل بيرفلكت على ايه؟ على الفوكس، وبتنزل لاين يعدي على الفوكس ويرفلكت باراليل. النقطه اللي الاثنين دول هيتجمعوا فيها دي النقطه اللي بيتكون فيها الايمج. تاني عشان تبقى فاهم، عشان تبقى لما تجيلك في الرسمه كمان. بص يا سيدي حضرتك بكل بساطه، مبدئيا كده تخيل معايا وهقول لك بترسم ازاي. التخيل، شايف البوينت دي؟ البوينت دي هيجي منها البادي عباره عن سهم، ادي البادي عباره عن ايه؟ عن سهم. البوينت دي هيروح منها جزء على الميرور، صح؟ هيتحرك كده ولا لا؟ عدى بالسنتر اوف كيرفتشر، عدى. قلت لك اي حاجه بتعدي في السنتر اوف كيرفتشر، السنتر اوف كيرفتشر بترفلكت ايه؟ بترفلكت على نفسها. انا وريتك اللايت، ممكن امسحه واوريك الريفليكشن بتاع اللايت هيجي ازاي؟ هيجي كده اهو، صح ولا انا غلطان؟ ماشي. طيب ده لو اعتبرت بني ادم واقف، او ده ديل السهم من تحت. السهم من فوق بقى باخد منه خطين لايتين عشان اعرف ارسم، عشان افهم شكل الايمج عامل ازاي. السهم من فوق باخد منه خطين واشوف السرعه هتتكون فين. بمعنى بوينت من هنا هاخدها باراليل، واتفقنا اي لايت ماشي باراليل الريفليكشن بتاعه بيعدي ازاي؟ نمسح دي عشان نعملها. الريفليكشن بتاعه بيعدي بالفوكس، صح؟ واخد بوينت ثانيه تعدي بالفوكس، واتفقنا الريفليكشن بتاعها بيعدي بيرجع ايه؟ بيرجع باراليل. منطقي ولا مش منطقي؟
وجدنا انه التو لاينز اللي خدتهم، واحد راح بارلل وعدى بالفوكس الريفليكشن بتاعه، وواحد راح عدى بالفوكس والبارل بتاعه طلع بارلل، او الريفليكشن بتاعه طلع بارلل، اتجمعوا فين؟ اتجمعوا هنا. مش ده كان بوز السهم؟ يبقى البوينت دي كانت بوز السهم هي. طب حضرتك اللايت اللي جاي لي من ديل السهم مش راح كده وريفلكت على نفسه؟ يبقى حلو، يبقى الحته دي اللي هي بيربنديكولر على السهم نفسه بقت ديل السهم. ده اللي يخلي لك لو حضرتك بكل بساطه اصحى بقى للكلام عشان تبقى فاهم القصه دي بتعمل ازاي. لو انت في مبنى كبير مثلا واقف هنا بهذه الطريقه وكانه سهم، وحضرتك جيت وقفت هنا، دي الحته الوحيده اللي هيتكون فيها الايمج. عارف هتشوف شكل الايمج عامله ازاي؟ هتشوف شكل الايمج اصغر من الطبيعي ومقلوبه. عشان كده حضرتك بنقول اصحى للكلام، لما يكون الاوبجكت بتاعي جاي من ديستنس جريتر ذان دبل الفوكال لينث، اللي بيحصل مبدئيا الايمج بتتكون بشكل ريل انفيرتد مقلوبه قصاد عينك اهي، وسمول اصغر من الطبيعي. طيب بتتكون فين؟ بتتكون بتوين الفوكس اند ذا سنتر اوف كيرفيتشر، بتتكون ما بين الفوكس والسنتر اوف كيرفيتشر. الكلام ده فرمناه بالتفصيل. اوكي، الحاله الثالثه لو الاوبجكت بتاعي واقف عند السنتر اوف كيرفيتشر بالظبط، ودي اشيك حاله. ليه اشيك حاله؟ لان حضرتك في هذه الحاله الايمج اللي هتتكون عند نفس المكان ولكن مقلوبه، مقلوبه. بنعملها ازاي؟ كده خلاص احنا عارفين البوينت اللي عند السهم من تحت بتروح لحد، طالما هي بتعدي من السنتر بتروح لحد البول وترفلكت تاني على نفسها. راس السهم من فوق باخد منها خطين، واحد باخده بارل بيرجع يرفلكت ازاي؟ بيرجع يرفلكت على الفوكس. يعني حضرتك لما نيجي نمسك مسطره لو هنرسمه بناخد البوينت دي بارل كده اهو. طب اول لما تخبط هنا بروح معلم على البوينت دي هنا واشوف البوينت معلمه فين في الفوكس اهي، اروح حاطط المسطره بتاعتي واروح شادد خط يكون اوله لامس الميرور ومعدي بالفوكال ومطول. طيب باخد بوينت تانية من هنا من عند الهيد دي اعديها بالفوكال، لازم بحط المسطره واوصل توصل لحد هناك تعمل ريفليكشن. اتفقنا اي حاجه بتعدي من الفوكال، اي لايت بيعدي من الفوكال عشان يعمل ريفليكشن، الريفليكشن ده بيبقى ماله بارلل، اوكي. فبناء على ذلك الاثنين هيعملوا انترسكشن هنا. عرفت ان ده راس السهم وكده ده دي للسهم بيبقى فوقيه بالظبط. فادركت شويه حاجات، وهي لما يكون الايمج بتاعتي عند السنتر الريفليكشن بتاعها بيبقى ريل، او لما يعني الاوبجكت بتاعي يبقى عند السنتر الايمج بتاعتها بتبقى ريل وانفيرتد، واصحى بقى للكلام ايكوال للمقاس الاساسي بالظبط. طب بتتكون فين؟ بتتكون برضو عند السنتر اوف كيرفيتشر. اوكي، اصحى للكلام اللي بعد. لو بقى الاوبجكت بتاعي between the focal and the center of curvature، يعني هنا اللي بيحصل وجدت انه برضو نفس الكلام، باخد بوينت من هنا اوصلها بارلل واشوفها هترفلكت لازم تعدي بالفوكال، والبوينت الثانيه اعديها انا بالفوكال لحد ما تخبط وبعد كده ارجعها بارلل. مكان ما الهيد هنا، مكان ما البوينت عملت انترسكشن خطين مع بعض، ده بيبقى راس السهم، وبطلع بوصل ما بين راس السهم ما بين ديل السهم. لازم ديل السهم يبقى على البرنسبل اكسس. وابدا بقى اشوف ظروف الصوره دي جت ازاي. وجدت انها بتتكون فين الصوره اصلا؟ ده بتتكون at a distance greater than double the focal point، او اسف double than the focal length، اللي هي ورا السي. بتتكون الايمج في distance greater than double the focal length. ادي اول حاجه. وجدت ان طبيعه هذه الايمج اللي اتكونت عندي ريل، واحد انفيرتد مقلوبه، ماجنيفايد يعني كبيره اكبر من الاوبجكت الحقيقي. الحاله رقم 5، لو انا الاوبجكت بتاعي عند الفوكس بالظبط مفيش اي ايمج هتتكون، لان عند الفوكس بالظبط حضرتك لو خدت لاين معدي بارلل هيرفلكت يعدي بالفوكس، ولو خدت لاين معديه بالفوكس هيمشي الناحيه الثانيه خالص، مفيش اي ايمج هتتكون اطلاقا. ودي كيسه يونيك شويه. طب هيتكون ايه مكان الايمج في البوينت اوف انترسكشن؟ لايت سبوت، نقطه منوره. المفروض ان هي كانت تبقى ايمج بس هي صغيره جدا فمش باين منها ايمج ولا باين منها اي حاجه. اخر حاله خالص لو بتوين الفوكل البول، الايمج بتتكون فين؟ behind the mirror، وبتبقى طبيعتها real image، وبتبقى طبيعتها سيبك من الكلام ده غلط، بتبقى طبيعتها erect عادي معدوله magnified كبيره، وفي نفس الوقت virtual image
ايمج نوت ريل. خلي بالك دي غلط، مكتوب هنا غلط، بتبقى نفس الوقت فيرتشوال نوت ريل. الكلام ده انا هبكتبه لك بالظبط في الفيديو بتاع الشرح. اصحى للكلام بكل بساطه سريعا عشان المهم لك. حضرتك بنلاقي الموضوع ايه؟ حضرتك انت كايمج او انت كاوبجكت، اي اوبجكت بيقع عليه نور هو بيطلع نور، يعني بيرفلكت النور. النور ده اللي هو بيرفلكته بيروح دايركت انسيدنت ناحيه الميرور. لما بقى نحط الاوبجكت في حته معينه نشوف لما بيروح للميرور بيروح ازاي وبيرفلكت ازاي. وجدت ان اي لايت، خلي بالك، لو رايح للميرور بارلل للبرنسبل اكسس لازم لما بيرفلكت كده كده، جربت في كل الحالات، كل لما بيرفلكت بيعدي بالفوكس. طيب اي لايت معدي بالفوكس يرفلكت يطلع بارلل. حلو الكلام. اي لايت معدي من السنتر، اي لايت معدي من السنتر يخبط في الميرور يرفلكت على نفسه. فوجدت ان حضرتك الايمج بتتكون ازاي؟ باخد رقم واحد، لازم عشان يتكون لي ايمج، الايمج دي يبقى في لايت جاي من الرجل ورايح يعمل ريفليكشن. حلو الكلام. دي اول حاجه. تاني حاجه تو لايتس جايين من عند الدماغ راس السهم، واحد يروح بارلل ويرجع على الفوكس بوينت او الفوكال او الفوكس بنسميها اللي هي البوينت، والتاني جاي من الدماغ معدي بالفوكس بوينت او بالفوكس ويرجع بارلل. مكان ما الاثنين دول هيعملوا انترسكشن ده مكان دماغ الايمج بتاعتي او دماغ الاوبجكت بتاعتي او الريفليكشن بتاعي. وبناء عليه عندنا الكيسات كلها. وجدنا انه لو البادي جاي فيري فار خالص، لو البادي فيري فار خالص، كل البوينتس بتاعت هذا البادي سواء بقى ظهر وديل ورجله كلها هتتجمع في بوينت واحده، كلها هتتجمع في بوينت واحده فين؟ ات الفوكس نفسه. فالايمج ساعتها لو حطيت ورقه هتنور، فالايمج ريل، كل الايمج ريل ما عدا اخر واحده هتبقى الايمج ريل صغيره جدا تكاد تكون دوت. طيب الحاله اللي بعد كده، لو انا حطيت الاوبجكت في ديستانس بنسميها دبل ذان ذا فوكال لينث. هنا واحد، ده واحد فوكال لينث، ده الدبل. ديستانس ابعد بقى بقيسها منين؟ من اول البول، يعني من البول لحد الفوكس دي فوكال لينث. طب من البول لحد السي ده دبل ذا فوكال لينث. اي حاجه بعد كده واضحه قصادي بقى اسميها ديستانس بيجر ذان او جريتر ذان دبل ذا فوكال بوينت. حطيت الاوبجكت هناك، وجدت انه كالاتي: الاوبجكت ده اوبا بارلل يعدي بالفوكس، اوبا بيعدي الفوكس يرجع بارلل، هتتكون الصوره هنا. فوجدت انه في هذه الحاله الصوره بتاعتي هتتكون فين الاول؟ ما بين السي ما بين الاف. شكلها هيبقى عامل ازاي؟ ريل كده كده، انفيرتد كده كده، وسمول صغيره. لو حطيت البادي بتاعي على السنتر اوف كيرفيتشر بالظبط الصوره هتطلع لك ريل انفيرتد برضو، ولكن كمقاس ايكوال للمقاس الحقيقي بتاع الاوبجكت، وهتطلع عند السنتر برضو بالظبط. حضرتك لو حطيت هذا الاوبجكت ما بين السي ما بين الاف الصوره هتطلع لك ريل انفيرتد ولكن ماجنيفايد، حجمها اكبر من الطبيعي. لو حطيت الاوبجكت بتاعك على الفوكس بالظبط مفيش ايمج هتتكون، هيطلع عندك سبوت لايت نقطه واحده منوره. لو حطيت الاوبجكت بتاعك ما بين الفوكس ما بين البول، الميرور هتتكون او الايمج هتتكون. دي الحاله الوحيده بيهايند ذا ميرور، ودي الحاله الوحيده اللي هتبقى فيرتشوال لان اصلا ما فيش لايت فعلي بيعدي بيهايند ذا ميرور، ده الاكستنشنز بتاعت اللايت الحقيقيه. ودي الحاله الوحيده اللي هتبقى ايركت. يعني ايه؟ يعني مش انفيرتد، هتبقى عدله وكده كده ماجنيفاي. يبقى حضرتك الحالات بالترتيب. تاني، فيري فار كده كده بتتجمع في بوينت واحده مفيش ايمج. حضرتك لو حطيتها ديستنس جريتر ذان دبل ذا فوكال لينث مواصفاتها هتطلع ايه؟ ريل انفيرتد سمول. لو حطيتها على السنتر اوف كيرفيتشر بالظبط هتطلع مواصفاتها ايه؟ ريل وانفيرتد ولكن ايكوال للاوبجكت. حضرتك لو حطيتها على ما بين السنتر ما بين الفوكس هتطلع مواصفاتها ريل وانفيرتد وماجنيفايد كبيره. لو حطيتها على الفوكس بالظبط نو ايمج هتتكون سبوت لايت صغنططه. حضرتك لو حطيتها ما بين الفوكس ما بين البول يعني قريبه قوي 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 قوي، دي الوحيده اللي هتبقى عكس، هتبقى الايمج بتاعتها، انت قلت لك الكلام ده غلط، هتبقى الايمج بتاعتها فيرتشوال مش ريل، هتبقى الايمج بتاعتها ايركت مش مقلوبه مش انفيرتد، هتبقى الايمج بتاعتها برضو ماجنيفاي. بنستخدم الكونكيف ميرور في ايه؟ لازم تبقى عارف التورش اي كشاف بيبقى فيه كونكيف ميرور عشان يجمع لك اللايت فينور اكتر. الفرونت لايت بتاع الكارز نفس الفكره بالظبط، يبقى فيه كونكيف ميرور من جوه، بتبقى انت شايفها كده تحس ان حاجه سيلفر من جوه كونكيف ميرور. الميرور اللي بنحطها ساعه الحلاقه عشان تكبر لك الصوره شويه عشان تعرف تحلق. عندي حاجه اسمها السولار اوفن وصام تلسكوب والدنتست كلينيك. الدنتست كلينيك دكتور السنان بيحتاج يكبر شكل السنه فبيحط لك برضو كونكيف ميرور عشان يشوف. السولار اوفنز والتلسكوب، التلسكوب برضو نفس الكلام بيخش فيها كونكيف ميرورز كتير. السولار اوفنز افران بتستخدم الشمس بكونكيف ميرورز كبيره بتجمع اللايت في حته واحده عشان يبقى فيه هيت، يبقى فيه سخونه. ان اير كرافت لاندنج عشان يجمع ضوء، يبقى الضوء واضح بالنسبه للناس اللي بتسوق طيارات ونازله. في المارين لايت هاوس، طبعا بالكلام ده مارين لايت هاوس دي اللي هي المناره اللي بتنور في البحر عشان محتاجين النور يبقى
مركز يوصل لمسافات ابعد. الكونفكس ميرور محتاج حضرتك تعرف عليها كام حاجه، وهما الايمج بروبرتي بتاعتها بتاعت الكونفكس ميرور كلها دي بس اللي مطلوبه منك ايه، بتبقى ايركت معدوله، حلو الكلام، بتبقى فيرتشوال، بتبقى دايمنشند. بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في السايد فيو ميرور بتاعت الكار. ممكن يقول لك جيف ريزون. مرايات العربيه كلها بتبقى كونفكس ليه؟ بتكبر لي، ان هي بتعمل دايفرج لللايت، فبتكبر لي الصور جامد جدا جدا جدا، فتيجي تلاقي المرايه الصغنططه خالص اللي شمال ويمين العربيه دي موراك الشارع كله وراك. ممكن تيجي لك جيف ريزون، لازم تقول له because it forms erect معدوله and smaller image of the way. smaller image of the way يعني معناها بتكبر لك الصوره. ازاي؟ عشان ما تتلخبطش، حضرتك في المرايه الصغيره دي لميت الشارع كله، يبقى هي صغرت لك كل حاجه. اسف لو خدني التعبير من شويه، صغرت لك كل الشارع اللي وراك، حطيته لك في مرايه صغنططه عشان انت تشوف الصوره كلها. حلو الكلام. بنستخدمها في السوبر ماركت، بتبقى مستخدمه في الكار باركس، بنشوفها كده لونها اورنج، وبتبقى موجوده في المترو برضه، في البلاتفورم بتاعت المترو مدوره كده لونها اورنج. ماشي. بيقول لك give reason the image formed by the convex mirror is always virtual. على طول بتبقى ايمج وهميه بكل بساطه، لان احنا اتفقنا هي بتتكون نتيجه الاكستنشنز اللي غير فعليه، مش انترسكشن بتاع لايت حقيقي. اي ايمج بتتكون نتيجه انترسكشن دي مش لايت حقيقي، دي بتتكون نتيجه انترسكشن بتاع الاكستنشن بتاع اللايت الحقيقي. it because it formed behind the mirror، ادي رقم واحد، by extension of reflected rays، وبالتالي it can't be received on a screen. it can't be received on a screen. بريك سريع، حضرتك تروح تمشي رجلك شويه لحد باب الثلاجه، اغسل وشك كده، مش في الثلاجه، اغسل وشك في المطبخ، وقت اي حاجه من باب الثلاجه، وتعالى هندخل على الميرورز. وطالما فرمنا اللينسز هنفرم الميرورز. افكرك الترم ده والسنه دي كلها معاك فور فري، لازم تبقى موجود على جروب الواتساب، موجود معانا على المنصه عشان تستغل كل الاوبشنز اللي فور فري. روح وتعالى مستنيك. تعالى لي بقى حضرتك، خلاص فهمنا الميرورز، يبقى هنخش على اللينسز نفرمها. اللينسز هي بالظبط الميرورز مع اختلاف كام بوينت كده، واحده واحده. عندنا في اللينسز كونكيف وكونفكس برضه، خلي بالك، محتاجك تعرف هي ايه اللينس اصلا. هي عباره عن ترانسبيرنت ميديوم زي الجلاس او البلاستيك الشفاف، مش بيريفلكت، بيريفراكت لايت. يعني ايه بيريفراكت لايت؟ بيكسر لايت. يعني ايه؟ بيغير الدايركشن بتاع اللايت ري. احنا لقيناه كده، حلو الكلام. and is limited by two spherical surface، وبنقدر نعبر عنه بتو spherical surface عشان نفرق ما بين لينس والتانيه. قول لي ازاي؟ واحده واحده كده. بالنسبه للكونكيف لينس، بنلاقي فيها كيرف وكيرف، وتحس ان الكيرف ده يعتبر جزء من دايره، والكيرف التاني ده يعتبر جزء من دايره. اصحى للكلام. اذا يبقى حضرتك عندك دايرتين. طالما عندك دايرتين يبقى عندك تو سنترز اوف كيرفيتشر. اول اختلاف، تو سنترز اوف ايه؟ اوف كيرفيتشر. عندك راديوس، عندك راديوس عادي. طيب عندك بول، هنا عندك بول عادي. البوينت اللي في النص بالظبط اسمها ايه؟ اسمها بول. طيب عندك فوكال، عادي، ما دي سنتر برضه. عندك فوكال عادي هنا، وبرضه الفوكال لينث عندك اهو، والفوكال لينث ايكوال نص الراديوس او ربع الديامتر كله. اصحى للكلام. هناك اختلاف بسيط، نفس الكلام هنا، ما خلي بالك هناك اهي دي بص دايره، وكذلك الناحيه الثانيه دايره، بكل نفس الحاجه هنا وهنا هي واحد، ولكن الاختلاف هنا في حاجه صغنططه. بالنسبه للكونفكس لينس المره دي هي اللي بنسميها كونفرجنج لينس. الكونفكس لينس هنا هي اللي بتكونفرج المره دي، يعني هي اللي بتجمع. الكونكيف لينس هي اللي بتدايفرج دلوقتي، يعني هي اللي بتفرق. ده الفرق، ده الفليب، ده عكس اللينسز، ده عكس الميرورز. ازاي حضرتك؟ بكل بساطه، تعالى اوضح لك الصوره. احنا يهمنا الكونفكس لينس نفهمها. وجدنا انه الانسيدنت لايت بيجي كده، حلو الكلام، يطلع كده، يجي كده يكمل دايركت، يجي كده يطلع كده. لاحظنا ان هو بيتجمع في بوينت واحده اللي هي اسمها ايه لو تفتكر؟ ايوه، الفوكس. والبوينت دي حضرتك لو حطيت فيها ورقه هتلاقي نقطه فيها ضوء عاليه جدا، وبالعكس ده ممكن تتحرق من كتر ما انت مجمع عليها لايت جامد لو انت حاطط اللينس دي في الشمس. من هنا جت ان احنا سمينا هذه اللينس بكونفرجنج لينس مجمعه. وخلي بالك نوع الايمج اللي بتتكون هنا بتبقى ريل فوكس وريل ايمج، لان هي مكونه من لايت حقيقي، على عكس الكونكيف لينس. اللايت بيجي هنا يمشي كده تلاقيه طالع كده، ويمشي هنا تلاقيه طالع دايركت، يمشي هنا تلاقيه طالع كده، بيتفرق. فوجدنا انه اللايت مهما كان بتفرقه، هذه اللينس بتفرقه، فعشان كده سميناها دايفرجنج لينس. وفي نفس الوقت طالما بيتفرق يبقى استحاله يعني يعمل انترسكشن في بوينت معينه. طب الفوكس بجيبه منين حضرتك؟ الفوكس هنا بجيبه عن طريق ايه؟ الاكستنشن بتاع اللايت. اللايت ده كان ماشي في حاله، ارجع لي بقى ورا كده، واللايت ده كان ماشي في حاله، اكستنشن بتاعه كده. اللايت ده
اهو ده كان ماشي في حاله كده بعد ما حصل له دايفرجنج، يعني ارجع لورا كده هتلاقيهم كلهم متجمعين في الفوكال بوينت. وباي ذا واي برضو الفوكال بوينت ده بيساوي نص الراديوس، هي يمين وشمال هي. ده كل الاختلافات ما بين الميرورز واللانسز. عندك برنسبل اكسس، عندك راديوس، عندك ديامتر، عندك تو سنتر اوف كيرفيتشر. فهمت جت منين وجت منين فقط لا غير. وحته الدايفرجنج والكونفرجنج معكوسه. اصحى معايا بقى تشوف بنرسم ازاي. اصحى بقى للكلام، خلي بالك. بص بقى، اللايت حضرتك لما بيجي باراليل للبرنسبل اكسس بيطلع من اللينس بيعدي بالفوكس. لو جه معدي بالفوكس الانسنت لايت معدي من الفوكس، اول لما يخش على اللينس ويطلع بنسميه ريفراكتد لايت بيطلع باراليل. طيب لو اللايت اللي نازل معدي بالبول بيطلع ستريت لاين زي ما هو، ما بيحصلوش ديفراكشن. بمعنى ايه؟ ما بيحصلوش ريفراكشن. اللايت هنا بنقسمه حاجتين، انسيدنت لايت وريفراكتد لايت. حلو الكلام. انسيدنت لايت لحد ما يلمس اللينس يطلع من اللينس الناحيه الثانيه ريفراكتد لايت. وجدنا انه زيها، واخد لي بالك انت، زيها زي الميرورز. اللايت الانسيدنت اللي بيعدي باراليل، جاي باراليل، يطلع ماله معدي بالفوكس. طب واللي جاي معدي بالفوكس اصلا انسيدنت، يعني انت عامله كده معدي بالفوكس بيطلع باراليل. طيب التالتة مختلفة سيكا، لأن هنا المرة دي بقى ملهاش دعوة بالسنتر، ليها دعوة بالبول. اللايت اللي بيعدي بالبول بيمشي ستريت لاين، خلص الموضوع. دول 3 حالات و3 كيسات محتاجينهم عشان نفهم الايمج بتتكون ازاي. اصحى بقى للكلام، تعال نشوف الايمج بتتكون ازاي في الحالات دي. اختلافات بسيطة ما بينها وما بين ميرورز. اللايت اللي فيري فار خالص يعني بيجي باراليل، واخد لي بالك انت، بيتجمع فين؟ في الفوكس. الاختلاف هنا ما بينها ما بين الميرور، عشان تفتكر الميرور كان الفوكس before the reflecting side، كان الفوكس هنا. لا ده هنا الفوكس الناحية التانية. هنا الفوكس بيبقى ريل والشكل بيتكون في شكل تايني دوت زيها زي الناحية التانية زي الميرورز. طيب لو الديستانس greater than double the focal length، يعني الفوكال لينث كنا بنقيسه ازاي؟ دي هنا بي، وانت بقول لك الفوكال لينث ما بين البي، ما بين بوينت بي اهو، ما بين الاف الفوكس. دبل يبقى ما بين البوينت بي ما بين السي، اكبر من يعني بعد الكلام ده اهو. حلو الكلام. وجدنا انه بكل بساطه مكان الايمج بيتكون فين برضو بنفس الطريقه. بناخد خطين، واحد نوديه باراليل، اذا بيوصل عشان يجي يتجمع بيتجمع في الفوكال، يعني قصدي سوري لما يجي يحصل له ريفلكشن بيعدي بالفوكال اهي الفوكال. وواحد بنعديه على البول بقى المره دي على طول، ونشوف هيوصل لحد فين. البوينت اوف انترسكشن بيحصل فيها تكون الايمج بكل بساطه يعني. حلو الكلام؟ ماشي. فوجدنا انه لما تكون الديستنس bigger than او greater than double the focal length مبدئيا الايمج بتتكون الناحيه الثانيه كده بس فين الناحيه الثانيه؟ between الفوكس والسنتر اوف كيرفيتشر. الناحيه الثانيه بتوين الفوكس والسنتر اوف كيرفيتشر. الفوكس المفروض هنا، والسنتر اوف كيرفيتشر المفروض هنا. الايمج اتكونت فين؟ في النص. طيب ظروفها ايه؟ كده ريل، انفيرتد كده وسمول جدا، اصغر من الطبيعي. طيب لو عندي الاوبجكت موجود على السنتر بالظبط، يعني الاوبجكت موجود في دبل ذا فوكال لينث، ايه اللي بيحصل؟ الايمج اللي بتتكون الناحيه الثانيه بتتكون برضو في السنتر بالظبط زيها زي الميرورز، بس الناحيه الثانيه ده الفرق. حلو الكلام. مواصفاتها ريل كده انفيرتد كده ايكوال تو ذا اوبجكت بالظبط. اصحى للكلام، الموضوع ماشي زي الميرورز. لو الاوبجكت بتوين ذا فوكس اند ذا سنتر اوف كيرفيتشر، احنا حاطين الاوبجكت ما بين الفوكس ما بين السنتر اوف كيرفيتشر، وجدنا انه بيتكون فين؟ بعد دبل الفوكال لينث، يعني بعد السي الناحيه الثانيه. مواصفاته بتبقى ايه؟ طبعا بتبقى ريل وانفيرتد كده ولكن ماجنيفايد اكبر من الطبيعي اللي داخل بيه. اصحى للكلام، الحاجات دي مفرومه لك في درس الشرح. ايه اخر حالتين؟ لو الايمج موجوده على الفوكس بالظبط نو ايمج ويل بي فورمد، واللايت هتبقى عباره عن ايه؟ لايت سبوت. اصحى للكلام. طب ليه نو ايمج ويل بي فورمد؟ عشان التو لاينز اصلا مش هيعملوا انترسكشن. طب لو في ديستانس ليس ذان ذا فوكال بوينت، الصوره بتتكون فين؟ ابعد من البوزيشن الاساسي لورا على السيم سايد. الصوره بتتكون ورا، بس خلي بالك الصوره دي برضو كاخر كيزه بتبقى فيرتشوال. ليه؟ لان هي بتبقى كالاتي، في لاين ماشي كده وفي لاين ماشي كده، استحاله يتجمعوا، فبضطر اخد ايه؟ امتدادهم، اخد الاكستنشنز بتاعهم ورا، لان دي الحته الوحيده اللي هيتجمعوا فيها. فالصوره دي بتبقى فيرتشوال، دي صوره مش حقيقيه. هذا هو الموضوع بكل بساطه. اوكي. الكونكيف لينس كل اللي محتاج حضرتك تعرفه عنها ان هي كده طالما بتعمل دايفرجن بتفرق، فاستحاله اللايت يتجمع في حته، فبالتالي عشان تجمع اللايت بتجمعه في الاكستنشن، فكده
بتطلع الصوره فيرتشوال، بتطلع الصوره ايركت مقلوبه، وبتطلع الصوره سمول جدا 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 جدا. يوزز اوف لينسز بنستخدمها ايه؟ في التلسكوبس برضو، وفي الميديكال لينسز او الميديكال جلاسز دي اللي هي بتاعت النضارات عشان نظبط الرؤيه، في الميكروسكوبس برضو، وفي الماجنيفاير لينس العدسه المكبره، والبينوكليس اللي هي برضو النضاره المعظمه او المكبره. حضرتك من ضمن اللينسز الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها وهي اللينس بتاعه العين، الاي بول نفسها، اللينس بتاعه العين عليها عدسه طبيعيه رباني شفافه، عدسه. اوكي ماشي. طيب الديامتر فين حضرتك؟ اولا الاي بول يعني الكره بتاعه العين كلها هي السفير كده تعتبر. طيب الديامتر بتاع السفير ده بيبقى ما بين ايه وايه؟ بيبقى ما بين حضرتك الاوبتيكال سنتر بتاع السفير او بتاع اللينس اسف، وما بين الريتاينا دي اللي هي الشبكيه. يعني الديامتر بيبقى ما بين السنتر بتاع اللينس وما بين الريتاينا ورا اللي هي الشبكيه. اصحى للكلام. طيب عشان يبقى في عندك كلير فيجن، رؤيه واضحه، لازم الصوره الايمج اللي تتكون على الريتاينا، على الشبكيه، لان الشبكيه دي هي اللي فيها النيرفز اللي بتلقط الصوره دي وتوصلها لمخك تفهمها. حلو الكلام؟ اوكي. النورمال اي بتشوف ايه حضرتك؟ بتشوف مقاسين، لازم اي رؤيه بيبقى ليها مقاسين. المقاسات القريبه اقرب حاجه ممكن تشوفها 25 سنتيمتر. طب 24 ما تقدرش تشوفها مزغلله كده، ده العين الطبيعيه. فبناء عليه بنقول اول مقاس النورمال اي بتقيسه not less than 25 سنتيمتر، مش اقل من 25 سنتيمتر. طيب الحاجات البعيده اخرك تشوف 6 متر بالعين العاديه، يبقى far object not more than 6 متر. طبعا انا بتكلم عن ليفل عالي قوي من الدقه، انك شايف الحاجه مش مبكسله. 7 متر طبعا هتشوفها فاهم، بس مش هتبقى عاليه قوي في الدقه. طيب عيوب بقى النظر حاجتين، في حاجه اسمها قصر نظر وطول نظر، شورت سايتنس ولونج سايتنس. الشورت سايتنس بقدر اشوف الحاجات القريبه لكن ما اقدرش اشوف الحاجات البعيده. اللونج سايتنس بقدر اشوف الحاجات البعيده ولكن ما اقدرش اشوف الحاجات القريبه. دي امراض. ايه السبب حضرتك؟ في الشورت سايتنس حضرتك الصوره بتتكون قبل الريتاينا اصلا، الصوره بتتكون قبل الريتاينا، بيفور ذا ريتاينا، ما بتلحقش توصل للريتاينا. طب في اللونج سايتنس الصوره بتتكون ورا الريتاينا، بتبقى صوره وهميه شويه، تتكون فين؟ ورا الريتاينا. لازم حضرتك تبقى عارف الكلام ده ورقه وقلم ورايا. حلو الكلام. في الشورت سايتنس سببها ايه؟ حاجتين، يا اما الديامتر بتاع الاي بول كبير زياده عن الطبيعي، يا اما حصل انكريز في حته الكونفكسيتي اوف ذا لينس. بمعنى ايه؟ حضرتك وارد جدا يكون البول الطبيعيه هي اللي مقاسها كده، ولكن الديامتر بتاع البول ده رجع لورا شويه، فبناء عليه الصوره الايمج بتتكون قبليه. العيب مش عيب لينس، يا اما اللينس الكونفكسيتي، يعني الكونفكسيتي بتاعتها تزيد. كونفكسيتي جايه من كونفكس، دي لينس كونفكس. حلو الكلام. وفي لينس كونفكس اكتر بتبقى عامله كده، كل ما تزيد اللينس في الكونفكس بتاعها كل ما تخلي الصوره تتكون اقرب ليها، فده ممكن يبقى العيب التاني. يبقى بالنسبه للشورت سايتنس اسبابها حاجتين، يا اما انكريز في الاي بول ديامتر، يا اما انكريز في الكونفكسيتي اوف ذا اي لينس. اللونج سايتنس العكس، الموضوع بسيط، يا اما ديكريز في الاي بول ديامتر عن الطبيعي، يا اما ديكريز في الكونفكسيتي اوف ذا اي لينس. الكونفكسيتي تقل عشان تبعد تكون الصوره بعيده. كان عندي مشكلتي في الشورت سايتنس ان عندي كونفكسيتي عاليه، الكونفكس عاليه الا عكس الكونفكس الكونكيف، فبناء عليها لو هلبس نظاره هخلي النظاره دي كونكيف عشان تظبط لي العمليه، ترجع لي الصوره ورا. كونكيف لينس تو دايفرج شويه الريز سو ذا ايمج هتظبط تبقى فورمت على الريتاين. في حاله الكونفكس لينس العكس، او في حاله اللونج سايتنس العكس، كونفكس لينس، لان التارجت انها تكولكت الريز قبل. فحضرتك كالاتي، كانت مشكلتي ان ايه؟ كانت مشكلتي هنا ان الكونفكس قليل، فهزود له لينس كونفكس. العدسه اللي انا بلبسها انها هتبقى كونفكس عشان تظبط لي فين؟ على الريتاينا بالظبط، تظبط لي الصوره على الريتاينا بالظبط. نوت خليك عارفها، الكونتاكت لينس احيانا بنستخدمها يعني بدل الجلاسز اللي هي اللينسز، يعني عدسات اللاصقه. عندك نوع تاني من الديزيز اسمه كاتاراكت ديزيز، ده اللي يعتبر الميه البيضاء على العين. ده بيجي نتيجه الاولد ايج، يا اما نتيجه عيا النس، يا اما سايد افكت لبعض الادويه، سايد افكت للدراجز، يا اما موضوع جيناتيك. حلو الكلام. الريزلت بتاعته ايه؟ بتبقى ديفيكولتي في الفيجن عشان اللينس ما بتبقاش كلير، بتبقى فيها داركنس كده شويه. التريتمنت ازاي؟ عمليه جراحيه بسيطه جدا جدا جدا، بيحصل اكستشينج للاي لينس فيها ويتحط مكانها بلاستيك لينس. اصحى للكلام، دي اسرع مراجعه عندك. لما لك يونت 2
كلها. اللي محتاج اقوله سعادتك الدروس الاساسيه لا غنى عنها. بعد اذن حضرتك ركز معايا، مهما كنت حاسس ان انت مقصر الترم ده خلاص هتعوض الترم اللي جاي، خلاص متوتر خلاص عايز تلم، ما تقلقش انا معاك وفي ظهرك. المراجعه دي هتلم لك كل حاجه. محتاج ترجع تبص على الدروس الاساسيه وتحل شويه من الحاجات اللي على المنصه، والترم الجاي معاك كله في ظهرك. وخلي بالك بفكرك انا محتاجك تطلع مع كل ده، محتاج تطلع مرحله بكالوريا، مرحله ثانوي مش ماء، واخد لي بالك انت. فبعد اذنك دونت ويست يور مايند، حاول تطلع مستفاد قدر الامكان من كل حاجه. احنا مش التارجت بتاعنا ننجح وخلاص ونجيب سكور وخلاص اطلاقا، التارجت بتاعنا نطلع جامدين جدا 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 يا باشمهندسين. تشالنج يور سيلف اند جود لك.